بيلي فلين كان أسطورة في الملاكمة والجماهير كانت بتصرخ باسمه في كل مكان، وكان بيقوم بدوره النجم جون فايت، لكن دلوقتي بقى مجرد ذكرى بعد ما مراته سابته واعتزل الملاكمة. لكن رغم كل ده في حاجة لسه مخليه عايش. ابنه الصغير تي جي ما كانش بس ابنه، لكن كان العالم كله بالنسبة له، والولد كان بيحبه جدا ودايما شايفه بطل رغم كل حاجة، وبيناديه باسم بطل على طول. بعد ما كشف على الحصان بتاعه قال لابنه تي جي ان عنده ميعاد مع شارلي جودمان متعهد مباريات الملاكمة. الولد فرح جدا ان ابوه هيرجع للملاكمة تاني وقال للناس كلها. بيلي قال له دي مجرد مقابلة مش اكتر. صديقه ريلي كان بيشجعه ويفكره بامجاده، لكن في نفس الوقت بيحذره لانه بعد عن الملاكمة فترة طويلة بعد اخر مباراة خسرها ودلوقتي عنده 37 سنة. تي جي كان فرحان جدا بابوه، جاب له هدية لبس الملاكمة بتاعه بعد ما فاز ببطولة العالم وكان مكتوب عليها البطل. الولد كان عاوز ابوه يرجع للملاكمة تاني لانه من ساعة ما اعتزل وهو عايش زي الشبح، حياته كلها في الحانات وصالات القمار. دخل صالة التمرين والكل رحب بيه وافتكر كل حاجة من تاني. قابل جورجي عامل غرفة الملابس ووراله الدولاب بتاعه لسه عليه اسمه وصورته، ولما لقى جودمان لسه موصلش اتنرفز ومشي وقال لجورجي انه هيجيله بعد نص ساعة. كانت دايما في حاجة غامضة بتبعده عن الملاكمة. ساب ابنه تي جي وخرج والولد جري وراه وفضل يدور عليه في الحانات لانه عارف انه اكيد هيلاقيه في واحدة منهم. اخده من الحانة وسنده لحد البيت. كان عايش في شقة متواضعة فوق اسطبل الخيل. تي جي نيمه على السرير وقلعه هدومه والجزمة بتاعته وهو بيبكي على الحال اللي والده وصله. بيلي صحي من النوم ودور في محفظته على فلوس لكن كانت فاضية، واخد الفلوس اللي في حصالة ابنه وراح صالة القمار. الولد كان بيحاول يجمل صورة ابوه قدام كل الناس وكان بيقول لهم انه هيرجع للملاكمة تاني بس بيتفاوض على الفلوس. بيلي وصل واعتذر لابنه لانه اخد الفلوس بتاعته وللأسف لعب بيها قمار تاني، بس المرة دي كسب مبلغ كبير وكان جايب هدايا لكل الناس وبدأ يوزعها عليهم كلهم ما عدا ابنه. الولد حس ان ابوه نسيه لكن كان جايب له هدية من نوع تاني. كان عارف ان تي جي بيحب الخيل واشترى له حصان هدية. الولد طار من الفرحة وما كانش مصدق. وفي يوم السبق الكل كان بيستعد. واحدة من أصحاب الخيول كانت بتقول إن حصانها هيفوز، لكن تي جي تحداها والناس كانت معجبة بالولد الصغير وطريقته في الكلام. آني سيدة أعمال وشغالة في مجال تصميم الملابس كلمت تي جي وسألته عن اسم الفرس. قال لها اسمها ليدي. تي جي قال لها تراهن على الحصان بتاعه لأن هو اللي هيكسب $1,000,000. آني ضحكت وفعلا راهنت على الحصان لأنها كانت معجبة بالولد وعاوزة تشجعه، بس قالت له لو خسرت رهانها هتيجي علشان تاخد منه فلوسها. مايك جوز آني راح عند شباك المراهنات وعرف ان تي جي يبقى ابن بيلي بطل الملاكمة، وبدأ السبق وتي جي كان بيشجع الحصان بجنون. الحصان كان بيتقدم في السبق وكانت الأولى، لكن فجأة سرعتها ضعفت ووقعت على الأرض. الكل زعل علشان خاطر الولد. آني بصت عليه وهو رايح يجري على الحصان بتاعه وشافت بيلي وهو بيحضنه وبيواسيه وعرفته. تي جي كان ابنها اللي سابته وهو طفل صغير. الولد كان بيعيط على الحصان بعد ما اتصاب وصعبان عليه. بيلي شاف آني جاي عليهم وراح يقابلها بعيد عن ابنه. طردها لأنها سابتهم والولد عمره سنة، وجريت ورا أحلامها وطموحاتها. وقال لها إن تي جي فاكر إن أمه ماتت من زمان. فكرته إنها برضو أمه والمحكمة هتديها حق الرؤية، لكنها مش عاوزة الأمور توصل لكده. الولد فرح لما الدكتور قال له إن الحصان بخير وإن ده مجرد جرح سطحي وهتدخل السبق اللي جاي، وجري على أبوه علشان يفرحه. آني قالت له إنها عاوزة منه الفلوس اللي رهنت بيها. بيلي أخد الولد وراح بيه لآني علشان تشوفه، بس من غير ما يقول له إنها أمه، واتفق معاها على كده. وصل ابنه لحد اليخت وقال له إنه هيروح يعمل مكالمة وهيجيله بعد نص ساعة. كانوا أول مرة يبعدوا عن بعض. تي جي كان مكسوف جدا أحسن آني تطلب منه $10، وبيلي كان خايف ان ابنه يضيع منه. عرفت ابنها بمايك جوزها وهو اصلا كان معجب بالولد جدا. تي جي قال له انه عاوز يتكلم معاه في موضوع مهم. مايك انتبه للولد. تي جي قال له يا ريت تكلم آني وتقول لها تنسى فلوس الرهان بتاعتها لانها ما بترجعش تاني، وكان محرج جدا. مايك وعده انه هيكلمها بس قال له من الافضل ان انت اللي تكلمها بنفسك. آني قالت له ان والده اتصل وجاله مشوار وهيرجع متأخر. قربت من الولد وكانت عاوزة تاخده في حضنها وتشم ريحته. بيلي لعب لعبة النشان وكسب دبدوب لابنه. قضت اليوم مع ابنها وبيلي حس ان حياته من غير تي جي ما تسواش حاجة، وفي اخر اليوم ادت له سرج
هدية للفرس بتاعه. شكرهم وهو ماشي، سلم على آني وشكرها لأنها ودته البحر لأول مرة في حياته، لأن بيلي ما كانش بيرضى يخليه يروح البحر لوحده. راح لبيلي ووراه السرج وكان غالي جدا. بيلي استحقر الهدية اللي هو جايبها له ورماها من العربية من غير ما يوريها له. راح الحانة ولعب قمار كالعادة. مايك راح له الحانة علشان يتكلم معاه بخصوص تي جي، وقال له انه معجب بيه جدا لانه ربى الولد كويس وفي مكان جميل، لكن الولد لازم يعرف ان ليه ام، وهو اللي يقرر ساعتها يحب يشوفها ولا لا. بيلي قال له دلوقتي بس افتكرت ان ليها ابن. خسر فلوسه في القمار ورهن حصان تي جي، ومدة الرهن يومين. اتصل بكل الناس اللي ليه فلوس عندهم، لكن محدش رضي يديله فلوس علشان يسدد الرهن. راح لآني في المكان اللي شغالة فيه وكان مكسوف، لكن ما كانش قدامه حل غير كده علشان ابنه ما يزعلش على الحصان، وكان واضح الفرق الكبير اللي بينهم في المستوى. وهو ماشي آني جريت وراه، قال لها انه محتاج $2000. من غير ما تفكر كتبت له شيك بالمبلغ. اعتذر لها على الطريقة اللي كان بيعملها بيها، لانها دلوقتي بقت ست مهمة زي ما هو كان زمان مهم. وهم في الاسطبل صاحب الرهن جيب العربية علشان ياخد الحصان. بيلي قال له الفلوس معايا، لكن الراجل رفض وقال له انه عاوز الحصان لان ميعاد الرهن عدى. بيلي ضربه هو واللي معاه، وضرب الحرس اللي كانوا بيحاولوا يسيطروا عليه لحد الشرطة ما جت واخدته معاها قدام كل الناس. كان حزين ومكسوف جدا من ابنه لانه فشل مرة تانية. آني بعتت له محامي علشان يدافع عنه، وطلبت منه ان تي جي يعيش معاها لحد ما يخرج من السجن. الولد جه يزوره وكان جايب له اكل. كان بيتصرف بمنتهى العقل زي ما يكون هو المسؤول عن ابوه مش العكس، لانه كان بيحبه جدا. كان بيحاول يكره الولد فيه علشان ما يضيعش زي هو ما ضاع، وقال له يروح يعيش مع آني لانه تعب وزهق منه. لكن الولد ما كانش عاوز حاجة غير انه يعيش مع ابوه، وفضل يبكي من كلامه ومش مصدق، وقال له انه بيكذب وبيقول الكلام ده من ورا قلبه، لحد ما بيلي ضربه بالقلم لأول مرة في حياته. تي جي بكى وقال له انه هينفذ كل اللي هو عاوزه. الفيلم فيه كمية مشاعر انسانية رهيبة في علاقة الابن بابوه. وخرج مع المحامي، وبيلي ضرب ايده في الحيطة من الندم. تي جي راح اليخت عند آني وبدأ يرتب هدومه. دخلت له بالعشاء وقالت له على رحلة بالطيارة لمدة اسبوع لحد بيلي ما يخرج. شكرها وهو مكسوف وما كانش ليه نفس ياكل. طلع صورة ابوه حطها على المكتب وهو بيبكي، وكان بيردد كل كلمة والده كان بيقولها له، لان الاب دايما بيبقى هو بطل في عين ابنه. الولد كان مكسوف منها ومش عاوزها تساعده في اللبس، لحد ما قالت له خلي امك تساعدك. الولد اتصدم وهي بتقول له انها امه. قال لها ان امه ماتت ومش عاوز يعيش معاها وعاوز يرجع للبطل. بيلي خرج وراح مكان السبق، وفكر في حياته وابنه اللي اتخلى عنه، وقرر انه يرجع تاني بطل زي ما ابنه عاوز. وهو ماشي شاف تي جي قدامه، كان جايب شنطة هدومه ورجع علشان يعيش مع ابوه، وكان عارف ان ابوه بيحبه. بيلي خده في حضنه والاتنين كانوا بيعيطوا لانهم ما يقدروش يستغنوا عن بعض. آني جات له الاسطبل علشان تطمن على تي جي، وقالت له انه محظوظ لان الولد بيحبه جدا فوق ما يتصور، وقالت له انها مش ملاك لكنها انسانة وليها اخطائها، لكنها امه وبتحب ابنها. بيلي كان بيحبها جدا وطلاقها منه دمر حياته، وعرفت من كلامه انه لسه بيحبها، وبدأ يجهز نفسه للمباراة ويجري بالطريقة المشهور بيها على الحلبة. جاكي المدرب بتاعه لما عرف انه هيرجع للملاكمة تاني سافر وقابله، وكان ضد القرار بتاعه لان بيلي اتصاب في راسه في اخر مباراة ليه، والدكاترة منعوه من اللعب، وجاكي الوحيد اللي يعرف ده. بيلي قال له انه لازم يلعب المباراة علشان يأمن مستقبل ابنه ويقدر يعلمه ويخليه فخور بيه دايما، وترجاه انه ما يقولش عن اصابته لاي حد، وبدأ يتدرب بكل قوة علشان المباراة اللي هيتحدى فيها بطل العالم. آني كانت بتبعت لابنها جوابات والولد ما كانش بيقول له علشان ما يزعلوش، لكن بيلي قال له انه عارف كل حاجة ومش زعلان منه. كان بدأ يفتح قلبه ويصالح الناس كلها. لما شاف البحر قال لابنه ان آني تبقى امه، وطلب منه يرد على جواباتها، وجريوا مع بعض لحد البحر وشال ابنه كان بيحميه من الموج العالي. آني كانت فرحانة ان ابنها بعت لها جواب اخيرا، لكن كانت قلقانة على بيلي لانه هيرجع الملاكمة وهو في السن ده، وطلبت من مايك انهم يروحوا المباراة بتاعته. وفي يوم المباراة بيلي كان خايف لكن كان بيشجع نفسه، وخصوصا ان الملاكم اللي قدامه اصغر واقوى
منه بكتير. وبدأت المباراة وبيلي كان متفوق على الخصم اللي قدامه والصالة كلها كانت بتشجعه. تي جي شاف أمه قاعدة بتتفرج وقال لبيلي وهو فرحان. وفي الجولة التانية استمر تفوق بيلي ووقع الملاكم اللي قدامه على الأرض. لكن في الجولة التالتة بيلي أخد ضربة جامدة في راسه وبدأت قوته تضعف بحكم السن. تي جي كان بيبكي وهو شايف أبوه مجروح وعمال ياخد ضربات قوية من الخصم، لدرجة إن الولد كان بيطلب منه يبطل ضرب في أبوه، وأخد ضربة قوية ووقع على الأرض. ولما قام كان دايخ وتقريبا مش شايف، لكن كمل المباراة. ما كانتش مباراة في الملاكمة قد ما كانت حرب وتحدي بيضحي فيها الأب بكل حاجة علشان ابنه، ووقع على الأرض للمرة التانية. كانوا هيوقفوا المباراة لكن بيلي رفض. ابنه ترجاه ينسحب من المباراة وكان بيبكي. الحكام ادوله فرصة جولة واحدة وكانت آخر جولة، دخلها بكل قوته وقدر يدي الملاكم ضربة قاضية وقعته على الأرض، وفاز بيلي بالمباراة والكل كان بيحتفل بيه. لكن تي جي كان قلقان عليه وعاوزه يرتاح. نزل من على الحلبة والمدرب شاله على ظهره كالعادة، وهو داخل بيه الأوضة رجليه ما كانتش شايلاه ووقع على الأرض. شالوه دخلوه الأوضة وقال لجاكي يدي الفلوس كلها لتي جي، وقال لابنه إنه كان مبسوط إن آني كانت هنا النهاردة، وأكيد أنت كمان فرحان علشان فزت بالمباراة. الولد كان بيبكي وقال له البطل دايما بيفوز. آني كانت رايحة علشان تحتفل معاهم بالفوز. الدكتور كشف عليه والكل كان حزين ومش مصدق. الطفل ريكي شرودر اللي عمل دور تي جي فاز بجائزة الجولدن جلوب عن دوره في الفيلم ده، وترشح كمان لجائزة الأوسكار، وقدم أقوى مشهد مؤثر في تاريخ السينما بآراء كل النقاد والجماهير. كان بينده على أبوه علشان يقوم وكان بيطلب منهم يصحوه. آني دخلت الأوضة وندهت على تي جي. الولد بص لأبوه وهو ميت واقتنع غصب عنه إنه مات. سلم عليه لآخر مرة وراح اترمى في حضن أمه. لو الفيلم عجبك ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.